عبير، انا طالب في تالتة اعدادي، خايف جدا، متوتر، اهلي بيخوفوني من السنه دي، عايزين يمنعوني من التليفون، عايزين يمنعوني ان انا اخرج مع صحابي، داخل على سنه شهاده كل الناس مقلقاني منها، وكمان بيقارنوني بقرايبي مين اللي جاب احسن ومين اللي دخل مدارس ومين اللي دخل ثانويه عامه ومين اللي ما دخلش، وكل المشاكل اللي بتقابلنا كلنا في طلاب تالتة اعدادي، المشاكل اللي انت حرفيا هتضغط فيها وهتبقى حاسس ان خلاص دي نهايه الدنيا وان انت لازم تنجح يا اما هتبقى فاشل. انا جايه النهارده عشان مش بس اطمنك، عشان اقولك ايه اللي هيحصل وازاي كمان تتجنب فكرة ان انت تحبط او تخاف او تبقى بادئ السنه كده بطاقه سلبيه. انا جاي اقول لك كل حاجه لو عملتها باذن الله السنه دي هتعدي حرفيا هوا، مش هتحس بتالتة اعدادي اصلا، هتحس ان انت اكنك خارج او مسافر وراجع تاني. فلو انت فعلا طالب في تانية اعدادي داخل على تالتة اعدادي او انت خايف من السنه دي، فصدقني الفيديو ده هيفرق معاك جدا، وركزوا وفيه هديه في اخر الفيديو لكل الناس اللي طلاب تالتة اعدادي. عايزاك دلوقتي تثبت حضورك ان انت طالب في تالتة اعدادي او داخل تالتة اعدادي، وتكتب لي كومنت تحت بتاريخ النهارده، واهم حاجه كمان ان انت تشارك في مسابقه النهارده عشان انا عايزه افرحكم كلكم باذن الله. الهديه اللي هتكون في مسابقه النهارده هي مكافاه ماليه. المكافاه الماليه دي انا هختار 3 يكسبوا، ال3 دول ممكن يكونوا بنات وممكن يكونوا ولاد، فيا رب يا رب يا رب يطلعوا بنات وولاد علشان ما نبقاش قصرنا مع اي حد بيشوف الفيديو. يلا بينا بقى نبتدي. فاول نصيحه حابه اقولها لكم حرفيا من قلبي، اول نصيحه هنصحك بيها وهي انك تكبر دماغك. اكبر دماغي يعني ايه يا عبير؟ تكبر دماغك يعني ما تسمعش الكلام الناس، ما تسمعش الكلام حد حتى لو الحد ده كان اقرب حد ليك. بمعنى مش بقولك انك ما تسمعش كلام اهلك، مش بقولك ان انت ما تسمعش كلام حد بمعنى ما تسمعش كلام حد، لا، ما تسمعش الكلام السلبي. اي حاجه تتقالك تخويفا ليك، اي حاجه تتقالك ترهيبا من السنه دي، اي حاجه تتقالك كطاقه سلبيه، صدقني دخلها من الودن دي وطلعها من الودن دي. انا واخواتي واي حد عدى من السنه دي هيخش يكتب لكم دلوقتي في الكومنتات قد ايه السنه دي حلوه، ولما تعدي هتحس ان ايه السهوله دي، يا ريتني ما كنتش كبرت الموضوع للدرجه دي. الموضوع يا جماعه مش مرعب، الموضوع مش مخيف، الموضوع كله بس ان انت محتاج لو انت في سنه اولى او تانية ما كنتش بتذاكر تبتدي تشد حيلك شويه وتذاكر احسن. وعلى فكره انت لو كنت بتذاكر في اولى وتانية، تالتة زيها زي اولى وتانية او يمكن كمان اسهل، يعني سنه اولى اصلا ممكن تبقى اصعب من تالتة. الفكره هنا كلها ان انت بس يعني تحاول دايما، احنا كلنا بنبقى عايزين ننجح، بنبقى عايزين نجيب تقدير، بنبقى عايزين نفرح اهلنا، بنبقى عايزين نفرح نفسنا احنا الاول. فلازم تبقى عارف ان انت بتذاكر عشان تنجح وعشان انت عايز تنجح، مش عشان خاطر حد بيخوفك، ولا عشان خاطر السنه دي صعبه، ولا عشان خاطر اهلك بيخوفوك، لا، انت بتنجح عشان انت عايز تنجح. ولازم تبقى عارف ان الدراسه مش كل حاجه. انا مش بقولك كده انك ما تذاكرش، ومش بقولك كده انك ما تنجحش، لا، الدراسه مش كل حاجه. يعني مش الدراسه هي المقياس اللي هتخليك تشتغل بعد كده، ومش الدراسه اللي هتخليك حد يقول عليك الشخص ده ناجح والشخص ده فاشل. ناس كتيره جدا مشاهير وما شاء الله عليهم ناجحين جدا في حياتهم، وناجحين جدا في حياتهم الاسريه وحياتهم العمليه والمهنيه، وهم اصلا ما كانوش، يعني كانوا بيسقطوا وما كانوش بينجحوا، كانوا بيعيدوا السنين. هل ده معناها ان احنا ناخد الناس دي قدوه؟ لا، بس انا بقول لك ان انت ما تحطش في دماغك ان انت لا قدر الله لا قدر الله لو ذاكرت وعملت اللي عليك وما توفقتش، ده معناها ان انت كده مش ناجح او شخص مش شاطر او مش هتنجح في حياتك. لا بالعكس، ده حافز كبير جدا ليك. لو انت بتشوف الفيديو ده وجبت درجات وحشه في ثالثه اعدادي، فصدقني دي مش نهايه المطاف، ده لسه المطاف ما ابتداش اصلا. لسه هتخش سنه وهتبقى خايف، وهتيجي تالتة ثانوي وهتبقى خايف، وهتخش على مرحلة جديدة وهتخش الجامعة وهتبقى خايف. فالخوف عمره ما بيخلص، بس الفكرة هنا ان احنا ازاي نتعامل مع الخوف ده، ازاي نحول الخوف اللي عندنا لطاقة تخلينا نقدر ننجح في حياتنا. انا واحدة منكم بدأت اصلا السوشيال ميديا وانا في تالتة اعدادي. اللي ما يعرفنيش انا بدأت من وانا في تانية اعدادي وداخلة على تالتة اعدادي، وده كان سبب رفض اهلي الوحيد ان انا داخلة على شهادة. بلس كمان يا جماعة ان انا كان عندي قناة قبل القناة دي، يعني اول فيديو على القناه دي هتلاقوه تقريبا من 5 سنين. انا كان عندي قناه بقى قبلها وصلتها ل20,000، والقناه بعد كده اتوقفت. طب يا عبير انت وقتها ازاي كنت بتنجحي في اليوتيوب وبتنجحي في الدراسه؟ مبدئيا بقى لكم ان تتخيلوا ان انا ما كنتش ناجحه في ده ولا في ده، انا كنت بعافر في الاثنين، والموضوع كان اصعب. لو انت شايف دلوقتي فكره انك تبقى بتذاكر ده صعب، احب اقول لك ان انا كنت بذاكر وكنت بشتغل على نفسي، وما كنتش اعرف ان اليوتيوب بيجيب ربح. انا كنت بعمله كنوع من انواع ان حاجه بحبها وعايزه
انجح فيها وعايزه الناس تشوفني وعايزه فعلا اقدم رساله للناس وعايزه فعلا اكون شخص مؤثر، بس ما كنتش اعرف ان ده هيبقى مصدر رزقي ومصدر شغلي ومصدر كل حاجه يعتبر ممكن تكون حلوه في حياتي. ومش هنكر ان الموضوع فيه عيوب كتير، وان الموضوع اذاني في حاجات كتير، وان الموضوع اثر معايا في حاجات كتير، من ضمنها ان انا ما بقاش ليا صحاب، من ضمنها ان انا محدش وقف جنبي فده مأثر معايا جدا، من ضمنها ان انا تقريبا بقيت شخص بيخلي الشغل اولوياته نمبر 1 حرفيا في حياتي هو الشغل، فده بيخليني اثر في علاقاتي وفي حياتي الشخصيه. ما بعملش حاجه في حياتي غير ان انا يا بذاكر وبشتغل، وطبعا يعني بأدي فروضي، بصلي طبعا وبصوم وبعمل كل الفروض بتاعتي الحمد لله، ولكن اهتمامي على ال3 جوانب دول بس، الفروض او الصلاة او يعني الاساسيات بتاعت العبادة، وتاني حاجة وهو الشغل، وتالت حاجة الدراسة. دايما في رعب ان انا عايزة اطور من نفسي، وللأسف ده ممكن يكون من ضمن العيوب اللي بدأت تحصلي لما دخلت مجال السوشيال ميديا، ان دايما انا عايزة اكون احسن، فكنت بسابق نفسي وبسابق غيري، ودي من ضمن العيوب اللي انا عايزة اقولك ان انت لازم تتجنبها وانت في ثالثه اعدادي. ما تقارنش نفسك بحد، ما تقارنش نفسك بنجاح حد غيرك، لا قارن نفسك بنفسك السنه اللي فاتت. يعني انت السنه اللي فاتت جبت مجموع وحش، قول انا عايزه اجيب مجموع احسن، ما تبصش على فلان اللي كان جايب اصلا مجموع احسن منك وتبقى انت عايز تبقى احسن منه. يعني انت مثلا دلوقتي في الدور الاول، هتيجي تطلع للدور العاشر ازاي؟ لا لازم تبدا تتحسن تدريجيا. فانت لازم من اول الشهر كده، من اول شهر ما تبتديش بحماس قوي، ما تبتديش اللي هو انا عايزه ادخل ثالثه اعدادي هاخد الدرس من هنا هذاكره من هنا وخلاص انا كده جامد، لا ابتدي واحده واحده، خد الدرس من هنا ذاكر ماشي، راجع على الماده تاني اليوم اللي بعده، راجع اليوم اللي بعده على ماده تانية، ابتدي قسم المواد بتاعتك، ما تذاكرش كم كبير في يومك. هتيجي عند وقت معين بعد شهر شهر ونص كده هتلاقي نفسك طاقتك وقعت. ده لو وصلت لشهر اصلا، انت ممكن تقعد اسبوع وتحس ان انا خلاص مش قادر اذاكر اكتر من كده، مش قادر ادي مجهود، انا خلصت، وهتلاقي نفسك مع الفئه اللي بتعلق في النص وما بتعرفش تكمل مذاكره. لا خليك دايما واخد كل حاجه قد حجمها، يعني ذاكر، اخرج، اتبسط، ادي وقت مع عيلتك، ادي وقت مع صحابك، اعمل كل حاجه نفسك فيها، وخد وقت مع نفسك وطور من نفسك وتعلم حاجات جديده. وكل ده وانت في ثالثه اعدادي عادي جدا. انا جايه اكلمك وبقول لك وانا في سنك وانا في ثانوي كمان، ومش بقول لك تقارن نفسك بيا، انا بشجعك وبقول لك ان مفيش حاجه صعبه، مفيش حاجه اسمها انا في ثالثه اعدادي، والكلام ده كمان لاولياء الامور، مفيش حاجه اسمها انا ابني بيدرس فهو المفروض ما يعملش حاجه تانية، لا هو لازم يتعود ان هو يشيل مسؤوليه، لازم يتعود ان هو يتعلم ويطور من نفسه، عشان لما يبتدي يخش في بيئة العمل بعد ما يتخرج ما يحسش ان هو جاي من تحت قوي، ما يحسش ان هو ما تعلمش حاجة في حياته. لازم ياخد وقت في ان هو يعلم نفسه ويتطور مع نفسه بطرق مجانية على اليوتيوب، على السوشيال ميديا. اختار الناس اللي انت بتتابعهم، اوعك تتابع ناس تكون بتقدم محتوى يعني ترفيهي بزيادة، او محتوى اللي هو بيضيع الوقت وخلاص، او محتوى حتى بيحسسك بالنقص. لا تابع الناس، يعني انا بقول لك اهو لو انا من الناس اللي ممكن احسسك بالمشاعر دي اعمل لي انسبسكرايب وما تتابعنيش. ليه؟ انا عايزه كل شخص بيتابعني اكون بالنسبه له قدوه في الحاجه الكويسه، اكون بالنسبه له يعني طاقه ايجابيه، اكون بالنسبه له حافز لان هو ينجح في حياته. لو انا مش بديلك الطاقه دي ما تتابعنيش. انا بجد عايزه كل شخص بيتابعني يدعي لي ويكون فعلا بيحبني كاخته الكبيره او كاخته الصغيره على حسب السن اللي بيتابعني، ولكن لو انا بسبب لك اي ضرر نفسي ما تتابعنيش. وده اللي انا بحاول اوصله للناس. مش شرط الناس كلها تجتمع على شخص ان هي بتحبه، انت ممكن تكون بتحبني، غيرك بيتابعني بس ما بيحبنيش، طب بتتابعني ليه؟ مش لازم خالص، هو مش فكره عدد وخلاص. حاجه كمان جايه اقول لكم عليها، وانتوا في ثالثه اعدادي لازم تهتموا جدا بصحتكم. يعني نهتم بصحتنا يا عبير؟ يعني اكلكم، طبعا الكلام ده لاي حد مش لثالثه اعدادي بس، لازم تهتم بصحتك. بتاكل اكل من بره زي حالاتي، وانا مش بكلمك بقولك انا احسن منك، انا زيك باكل من بره، بشرب كوفي من بره، بسهر، بمسك التليفون كتير، بس باجي عند وقت لا انا لازم الم نفسي، انا لازم فعلا ابتدي ان انا اظبط اكلي، اظبط نومي، اظبط شربي. لو انا مقصره في الصلاه في العبادات باخر نفسي في الصلاه، ببتدي اظبط نفسي، بعمل جدول. وعشان كده انا عامله لكم جدول انتوا يا ثالثه اعدادي مخصوص يظبط لكم يومكم بناء على الحاجات اللي انتوا هتحتاجوها. الجدول ده هتلاقوه في الديسكريبشن بوكس وفي اول كومنت مثبت، ولو ما لقيتوهوش ممكن تتواصلوا معايا عن طريق الانستجرام بتاعي او التليجرام، سايبها لكم في صندوق الوصف. طيب يا عبير الجدول ده فكرته ايه؟ هيعلمك
هيعلمك ازاي تصحى بدري، هيعلمك ازاي تنظم يومك، ازاي تشتغل جنب الدراسة، ازاي لو انت مش لاقي شغل تدور فين، هيعلمك كمان ازاي تبتدي تطور من نفسك، ايه المهارات اللي محتاج تعملها او ايه السكيلز اللي انت محتاج تدور فيها وتسمع عنها، حتى لو مش هتتعلمها وتذاكرها بس تبقى بتسمع على الاقل وبتستفاد بمعلومات قيمة. هقولك ازاي تظبط نومك ويومك واكلك وشربك وكل حاجة حرفيا في السنة بتاعت تالتة اعدادي، ولو فقدت الشغف في النص تعمل ايه. وبس كده، دي كانت شويه نصايح كده حابه اقولها لطلاب تالتة اعدادي، والكلام ده ينطبق على اي سن بيشوفني، ولكن انا بحب اتكلم مع تالتة اعدادي بالاخص لان ده اكتر سن واكتر وقت بيبقوا قلقانين وبيبقوا فاكرين ان السنه دي خلاص هي نهايه الدنيا. لا، الدنيا لسه بدري، وانت لسه قدامك دراسه كتير، ولسه قدامك ثانوي، ولسه قدامك جامعه، ولسه قدامك شغل، ولسه قدامك حياه كبيره. فما تقلقش نفسك من دلوقتي ولا تقلق نفسك بعدين، لان انت كل ما بتكبر كل ما طاقتك بتبقى اكبر وكل ما نفسيتك بتبقى احسن. بس الفكره ان انت ازاي تطور من نفسيتك. انا بستغرب الناس اللي بتقعد تقول انا كل ما بكبر كل ما نفسيتي بتبوظ. لا بالعكس، انت كل ما بتكبر بتعقل، فبالتالي بتبتدي تطنش الحاجات اللي بتضايقك، بتبتدي تعرف ان مش مهم ان الناس تحبك، مش مهم ان يبقى ليك صحاب، مش مهم ان الناس كلها تقول عليك انك شاطر وناجح. المهم ان انت بتتطور، المهم ان انت عايز تنجح، المهم ان انت عارف نفسك كويس، مش مهم اي حاجه تانية. وبس كده، ده كان فيديو النهارده، اشوفكم باذن الله في فيديو جديد، ويلا باي.